العروسه بدات تندثر بشكل كبير. بدا التراث، تراث العروسه نفسه ينتهي. لدرجه ان اصبح هناك خلط الطفل. يعني ساعات بنطلب في الورش مثلا ارسم لي عروسه اراجوز، فبنفاجئ ان هو ممكن يرسم بلياتشو. فاصبح ان في خلط مش عارف العروسه نفسها ايه شكلها، ايه مواصفاتها، ايه لبسها، فبيرسم حاجه تانية. فاحنا بنحاول دلوقتي ان احنا نرجع ده تاني، يكون في تمسك بالتراث نفسه، بالحاجات المصريه الاصيله من مصر، الشخصيات مصريه. يعني وحتى الاراجوز كمان بيتميز بخفه الدم وخفه الظل، ده طبع موجود في الشعب المصري والانسان المصري نفسه. فيعني ده اللي احنا بنحاول نعمله في الملتقى والمهرجانات والورش، ان احنا نرجع ده تاني، نرجع التراث المصري تاني.